السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. واليوم جيت نهضر لكم على هادشي المشكل اللي واقع ديال الكره وهاد الظلم التحكيمي اللي تعرض ليه المنتخب الوطني ديالنا في هاد الكاس العالم، خصوصا في هاد جوج الاشواط اللي الماتش ديال فرنسا والماتش ديال كرواتيا، وعلاش وقع لينا هكا. فكيف كتعرفوا، وخصوصا ان المنتخب ديالنا وقع ليه هذا المشكل من بعد ما رفع العلم ديال فلسطين. يعني علاش بالضبط؟ مني رفع العلم ديال فلسطين والناس فرحانين والشعوب العربية كلها توحدات وتيشجعوا المغرب، ولينا بحال المصري بحال المغربي بحال السعودي كلشي تيشجع المغرب، كلشي القهاوي عندهم وتيديروا منصات كيتفرجوا في المغرب. شنو السر ديال هذا التحول؟ ولا الحكام ضدنا ولا الرئيس ديال الفيفا ضدنا؟ الا تفرجتوا في الماتش ديال البرتغال شفتوا الحركه اللي دار، وشفتوا انه كيف ما عجبوش الحال انه المغرب يربح على البرتغال. شنو السر في هذا الشيء؟ وشنو السر ديال هاد المشجع اللي اكيد كلكم شفتوه في التيران هذا اللي كيبان دابا في التصويره؟ شنو السر ديالو؟ شكون هو وعلاش حضر؟ وكيف كيف شفتوا كاملين انه كان جالس في المنصه في اي بي، يعني كيجلسوا فيها غير كبار الشخصيات اللي عندهم الفلوس والشخصيات اللي ما منهم شيء كيف كنقولوا. شكون هو؟ فهذا كيقولوا انه تابع لواحد المنظمه اللي كيف كيسميوها الباموفيت بحال هكا، واقيلا ما عقلتش على السميه بالضبط. يعني واحد المنظمه تابعه للفرسان المعبد. وهاد الناس الماسونيين انهم هما اللي كيتحكموا في العالم كامل، كيتحكموا في الفرح ديالنا، في الحزن ديالنا، في الدوله. اللي بغاه ولا بغاوها تقدم كتقدم، اللي بغاوها تاخر تتاخر. فمني شافوا الشعوب العربية كلها موحدة، وأن المغرب كيسوق لواحد المبادئ الإسلامية، وكيسوق لواحد التربية إسلامية، وكيفاش الناس متوحدين، كيفاش اللعابة مع العائلات ديالهم، كيفاش كيتعاملوا مع عائلاتهم، كيفاش بزاف د الحوايج تسوقوا لهم. هما ما عجبهمش هاد الحال لانه هما مجتمع متفكك، ما عندهمش الترابط الاسري، ما عندهمش العائله، ما عندهم حتى شي حاجه. عندهم كل واحد كيعيش بوحدو، كل واحد كيعيش لراسو. كيوصل الولد 18 عام ما كيبقاش تسوق الا القليل طبعا. فهما ما عجبهمش ان الشعب العربي كله فرحان، ان الناس فرحانه للمغاربه، ان كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله كتقال وسط التيران. هادشي ما عجبهمش ان العلم ديال فلسطين كيترفع وسط التيران، ان الناس في العالم كامل تبعوا المنتخب المغربي وشافوا ان الناس كتقول تعيش فلسطين حرة. ما عجبهمش هذا الحال، ما عجبهمش ان الناس كيقول لك شوف المسلمين كيفاش كي مهتمين بعائلاتهم، كيفاش تيهضروا، كيفاش بزاف د الحوايج. المنتخب المغربي بزاف د المبادئ تصدرات، بزاف د المبادئ. واكيد كيدعموا ميسي لانه هو تابع كيدعم الاسرائيليين، تيدعمهم بزاف ماشي في اي مناسبه. فاكيد ما غاديش يعجبهم الحال ان المغرب وصل لهذه المرحله. اكيد ما غاديش يعجبهم الحال ان المغرب والمنتخب المغربي وصل لهذا الشيء اللي هو فيه، وانه تيصدر مجموعه من المبادئ. لانه هما دائما كيوريو للعالم ان احنا شعب متخلف، شعب غير مترابط، شعب ما تنعرفوا والو. ولكن المغاربه داروا عكس هذا الشيء كامل اللي كيصدروا الناس، وكيحاولوا يفهموا العالم ان احنا واحد الشعب اللي راكو عارفين ما عندنا حتى شي قيمه. فهادو هما الاسباب علاش المغرب تعرض لهذا الظلم التحكيمي. اليوم شفتو حكيمي تخاصم مع الرئيس ديال الفيفا، اللي المنظمه ديال الفيفا كلشي عارفه انها منظمه كتربح اللي كيعطي اكثر. اللي عطى اكثر كيربح، اللي عطى اكثر كيدوز، المنتخب كينجح. حنايا نجحنا بالمجهود ديالنا اكيد. آه، هذا الشيء علاش وقفوا المغرب في نصف النهائي، لانه هو كان ممكن يوصل حتى النهايه، وكان ممكن انه ياخذ الكاس لانه كان مرشح انه ياخذ الكاس. اللعبه ديالنا ماشي هما اقل من هاد اللعبه ديالهم، عندنا كفاءات، عندنا لعابه محترفين في الخارج وتضرب بهم المثل، ومن بينهم اغلى اللعابه في العالم. يعني
حتى حنا كنا نستحقوا اننا نربحوا، ولكن هذه المنظمه وهاد الناس كيتحكموا في الفرح ديالنا، في الحزن ديالنا. كيف كتشوفوا في هذا البوست، كلشي تيهضر عليه دابا في فيسبوك. تيتحكموا فينا وتيتحكموا في كورتنا، في احزاننا، اش كناكلوا واش كنشربوا، وهذا الشيء اللي كاين. ودخلوا تفرجوا، ودخلوا. غادي نخلي لكم بعض الروابط تشوفوا هذه المنظمه ديالاش، تقراو عليها. غيجيكم هادشي بحال الضحك وغتقولوا حنا كان اكزاجيريو، ولكن ملي غادي تدخلوا تشوفوا فيديوهات، غتدخلوا تقراو على هذا الشيء، غادي فعلا غادي تصدقوا شنو اللي قلت لكم.